تخيل تصحى من النوم وتشوف خبر في كل القنوات بيقول إن الحرم المكي في قبضة مجموعة من المسلحين. الناس مرعوبة والحكومة مرتبكة، العالم كله كان في الوقت ده بيبص على السعودية مش مصدق اللي بيحصل. في القصة بتاعت النهاردة هحكي لك ازاي راعي بسيط قدر انه يسيطر على اقدس بقعة في الاسلام، وازاي انتهت القصة اللي قلبت السعودية والعالم الاسلامي كله. يا ترى مين هو وايه اللي خلاه انه يقتحم الحرم المكي؟ جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي اتولد سنة 1936 في منطقة ساجد، وهي تابعة لقبيلة عتيبة، واحدة من أكبر قبائل في السعودية. نشأ في بيئة بدوية محافظة جدا، اتربى على الزهد والتدين والولاء للعقيدة، والتحق بالحرس الوطني السعودي وخدم فيه كام سنة، بس ما كانش جندي عادي، كان دايما مهتم بالدين وكان قريب جدا من المتشددين. وفي نص السبعينات ساب الجيش وبدأ يتفرغ للدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة، وهناك بقى حصلت نقطة التحول. في الجامعة اتعرف على جماعة اسمهم السلفية المحتسبة. الجماعة دي كانت بتقول او بتؤمن ان الحكومة السعودية بعدت عن الدين، وان في فساد كتير بدأ يظهر وينتشر في المجتمع، وكانوا بيحاولوا انهم يرجعوا للناس الفكر السلفي الصافي او زي ما هم شايفينه. يعني في الوقت ده جهيمان بدأ انه يكتب منشورات وافكار دينية فيها تطرف، كان بينشرها على شكل كتيبات سرية بيهاجم فيها مجموعة من الناس، الأسرة الحاكمة والتعليم والتلفزيون وكل مظاهر التغريب زي ما كان بيسميها. هنا بقى بدأت تخش شخصية تانية في القصة، محمد بن عبد الله القحطاني، راجل عادي. بس في يوم من الأيام جهيمان شاف فيه علامة إنه اسمه محمد بن عبد الله ويرجع نسبه لقبيلة قريش، كمان كان بيصلي ويتعبد كتير، ودي كانت أوصاف المهدي المنتظر اللي ذكرتها أغلب الأحاديث النبوية. جهيمان اقتنع إن هو ده المهدي المنتظر الحقيقي، بس محمد نفسه بدأ يصدق إن هو فعلا المهدي المنتظر بسبب كلام جهيمان. هنا بقى حصل الدمج ما بين العقيدة والسلاح. جهيمان بدأ يجمع أنصار من طلاب علم ومتدينين وبعض الجنود أصدقائه اللي خدموا معاه زمان، وبدأ التخطيط. ما كانتش ثورة ولا انقلاب، بس كانت حاجة أخطر من كده بكتير، ده كان احتلال لأقدس بقعة إسلامية على وجه الأرض، وهو الحرم المكي. 1 محرم 1400 هجريا و20 نوفمبر 1979 كان يوم 2، وكان أول يوم في القرن الهجري الجديد. الناس متجمعة كالعادة في الحرم المكي عشان يصلوا الفجر. وفي اللحظة دي دخل جهيمان وأتباعه ومعاهم سلاح كانوا مخبيينه في نعوش، كانوا جايبين توابيت وبيقولوا إن هي فيها موتى عشان خاطر إن هم يصلوا عليه. وبعد ما الإمام خلص بدأ المصلين إن هم يخرجوا من الحرم، بس فجأة اتقفلت كل الابواب بتاعه الحرم، وبدا جهيمان واتباعه ان هم يطلعوا الاسلحه اللي كانوا مخبينها في النعوش. صرخ جهيمان بصوت عالي وقال: لقد ظهر المهدي المنتظر، هذا محمد بن عبد الله، بايعوه الان. الناس اتصدمت وبعضهم انهار وبعضهم حاول يهرب، بس المسلحين كانوا منتشرين في كل زاوية، وبدأ ضرب النار على كل واحد حاول انه يقاوم. وفي اقل من ساعة كان الحرم المكي بالكامل تحت سيطرة جهيمان واتباعه، حوالي 200 مسلح معاهم قناصة ومون وذخيرة كتير. بس المشكلة مش هنا، المشكلة ان اصلا القانون السعودي والشريعة الاسلامية بتحرم القتال داخل الحرم المكي. ووقتها السعودية فضلت واقفة مصدومة، ازاي هتتصرف، ازاي هيخشوا الحرم ويقاتلوا. العلماء اختلفوا وبدأت الناس تتفرج في رعب، وفي نفس الوقت وسائل الاعلام بدأت انها تنشر الخبر، والعالم الاسلامي كله بقى في حالة طوارئ. استمر الحصار على الحرم المكي 15 يوم. القوات السعودية حاولت انها تدخل، بس جهيمان كان محصن نفسه كويس، استفاد بالبنية التحتية اللي كانت تحت الحرم المكي، واللي هي كانت بتحتوي على شبكة انفاق وغرف مغلقة. وقتها الحكومة السعودية قطعت الكهرباء والمية عن الحرم، والاشتباكات كانت بتحصل بشكل متقطع. في الوقت ده المملكة طلبت فتوى من كبار العلماء انها تبيح لهم القتال داخل الحرم، وبعد ايام من النقاش صدرت الفتوى: يجوز القتال لرد الفتنة واستعادة بيت الله. بالفعل القوات بدأت تتحرك، لكن الخسائر كانت كبيرة. اتدخلت قوات خاصة من فرنسا، تحديدا من وحدة GIGN، بعد ما اعلنوا دخولهم الاسلام مؤقتا احتراما يعني لقدسية الحرم المكي. في يوم 4 ديسمبر 79 وبعد معارك شرسة تم اقتحام الحرم المكي بشكل كامل. محمد بن عبد الله القحطاني، وزي ما كان بيقول عليه جهيمان يعني المهدي المزعوم، تم القضاء عليه في المعركة ولقى حتمه. اما جهيمان فتم القبض عليه حيا ومعاه مجموعة من اتباعه، وفي التحقيق ما كانش ندمان ولا تراجع عن افكاره. في 9 يناير سنة 1980 نفذ حكم الاعدام في جهيمان و63 واحد من اتباعه في ميادين عامة وفي مناطق مختلفة من المملكة.
انتهت قصة جهيمان، بس تأثيرها ما انتهاش بعد الحادثة. بعد الحادثة بدأت السعودية انها تشدد الرقابة الدينية وتغير في شكل المجتمع بشكل ملحوظ. ظهر التشدد وتم منع اشياء كتير كانت في وقتها عادية من باب سد الذرائع. في نفس الوقت الحادثة دي فتحت الباب لدخول مجموعات في الاسلام جديدة، وكمان اثرت على مجموعات اسلامية في مصر وباكستان وغيرهم من الدول العربية المسلمة. قصة جهيمان مش محاولة فاشلة لاحتلال الحرم المكي، دي قصة عن الغلو في الدين وازاي ان الايمان لما بيتحول لتطرف ممكن يخلي الانسان انه يرتكب ابشع الجرائم باسم الله. قول لي بقى يا صديقي، لو كنت موجود في الحرم المكي في اليوم ده كنت هتبايع المهدي ولا كنت هتقاوم؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي رايك تحت في الكومنتات، وهسيب لك المصادر بتاعت القصه كلها تحت في الديسكربشن واول كومنت. وكان معاكم محمد ابراهيم مقدم محتوى قصصي، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.